بقينا كام دلوقتي؟ 86 دلوقتي. يعني من 122 ل 86 يعني تقريبا 35 كيلو. تمام الحمد لله. الحمد لله. يعني وكان عندي السكر. يعني دلوقتي نزلنا من نوعين انسولين حقن ونوع حبوب او نوعين حبوب لقرص واحد بس في اليوم. بس انا طبعا اونلاين. أيوة. مش باجي فيس تو فيس. انا ما كنتش بعرف احط رجل على رجل. رجليا دي الاثنين ما كنتش كل يوم بغزغز. النوعين الانسولين وقفت تماما. بقيت باخد قرص الصبح قرص بالليل. ابدا اقيس السكر كل يوم الاقيه ما بيزيدش عن 135. فقست بره لقيته برضه نفس الكلام ففرحت. فدلوقتي بقى القرص بقى باخده كمان عند اما انا اخرف. اما يعني انا اللي بيشوفني عمره ما بيديني 58 سنه. انت جميله، انت بس خنونه والله. انت عملتي طفره. دي طفره علميه ان انا اتحول مساري من انسولين لاقراص. لا 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 كفايه الناس اللي فيه. الجروب اللي حضرتك مختاراه تحفه ملوش حل. الفريق الطبي قصدك او الناس اللي الشغل يعني؟ ده الرياضه بتجيلي لغايه عندي في البيت. أيوة. لي وصفات خطيره. لا بناكل محشي، بعمل كفته رز، لا بناكل كل حاجه. وكنت مفكره بقى ان انا هفضل بقى تخينه وعجوزه بقى وخلاص وقاعده في السرير. هفضل ان شاء الله. ده اسلوب حياه بقى.